قلب مدينة خنيفرة. هذا رومبول الوسط ديال مدينة خنيفرة، وهذه ساحة ازلو، هو الخيمة ديال زاين باش معروفة مدينة خنيفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أول فيديو في هذه القناة اللي سميتها كما كيظهر أمامكم النشرة الجوية المغربية. في هذه القناة ديال النشرة الجوية المغربية غادي تشوفوا دائما أحوال الطقس، الشتاء، الأمطار والثلوج والبرد والعواصف، لا قدر الله كل شيء سوف يكون يعني بالتوقعات بالأرصاد الجوية وبالأقمار الاصطناعية كما يظهر أمامكم الآن. إذا ما عليكم إلا المتابعة لهذه القناة اللي ديما غادي تحطكم أمام الصورة، سواء نتايا مسافر أو لا عندك شي واحد العائلة جاية عندك أو لا مريح وباغي تشوف أحوال الطقس، ما عليك إلا أنك تابعنا. غادي يبقى تجيك النشرة الجوية المغربية يعني بشكل يومي إن شاء الله تعالى. احنا الآن كنقول لكم هذه الأمطار الخير، أمطار التي هلت ببلادنا السعيدة المملكة المغربية في فاتح هذه السنة الميلادية الجديدة 2026. هذا بمثابة فيديو ترحيبي لكل الإخوة والأخوات. منين غادي نجيبوا التوقعات ديال حالة الطقس؟ سهل جدا، يعني كاين ديزابليكاسيون ومواقع معترف بها دوليا ومحليا، هي من غادي نجيبوا التوقعات ديالنا ان شاء الله، وغادي تكون مشروحة بالصوت والصورة. وايضا غادي نتكلموا حتى على الطرق المفتوحة والطرق يعني اللي مسدودة في المغرب، في المملكة المغربية. وأنتم تتابعون حالة الطقس اليوم الأحد من مدينة خنيفرة، عروسة أو لا عاصمة زاين. كما ترون الجو ممطر الحمد لله، هو الجو رائع. كما ترون هذا قلب مدينة خنيفرة، هذا رومبول الوسط ديال مدينة خنيفرة، وهذه ساحة ازلو، هو الخيمة ديال زاين باش معروفة مدينة خنيفرة. إذا هذا كان بمثابة ترحاب بجميع الإخوة والأخوات. ما شاء الله الجو رائع جدا، الجو يعطيك واحد النوع ديال الانتعاش الحمد لله. يعني في هذه السنة سنة 2026 كنقولوا بها غتكون سنة الخير، سنة الثلوج بامتياز. وكما سوف ترون في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، أقلمة مازكزة، أيضا تقلمامين، جميع البحيرات ديال إقليم خنيفرة الحمد لله بدأت كترجع لسابق عهدها. وأيضا لا ننسى أن نتكلم على واد الربيع. ما شاء الله واد الربيع اللي ما شاء الله إلا تمكنت باش نقدر نوقف شويه هنا، راه كاين الواد دايز وغادي تشوفوا الواد تبارك الله يعني رجع لسابق عهده، شد العرض ديالو. الواد اللي المنابع ديالو كاينه هنايا في اقليم خنيفرة، منابع عيون الربيع، والمصب ديالو كما نتوما عارفين كاين في أزمور، يعني مرورا بعدة مدن مغربية منها تادلة، ويعني غايمشي حتى يصب في مدينة أزمور في البحر في المحيط الأطلسي. إذا هذه القناة كما قلت لكم النشرة الجوية المغربية. هو الواد الإخوان، هذا البلاصة معروفة بالشلال، شلال مدينة خنيفرة. ها هو الواد الإخوان، راه هو اللي شفتوه، ها هو تبارك الله. شوفوا العرض ديالو قداش، ما شاء الله ما شاء الله، يعني العرض ديالو كبير تبارك الله. غادي تشوفوا واد الربيع، غادي تشوفوا تقلمامين، بحيرة أقلمة مازكزة، جميع يعني هذه القناة خاصة بالطقس
خاصة بالنشرة الجوية المغربية، خاصة بالطبيعة ديال إقليم خنيفرة أو ديال باقي الأماكن في المملكة المغربية. ما تنساوش الاشتراك في القناة باش ديما يوصلكم الجديد. إن شاء الله غادي نعمل على هذه القناة بكل جهد باش توصلكم المعلومة كما هي. السيارة البيضاء لم أكن أتوقع أنه غيدير هذا الرومبو هذا، لقد غفلني. الحمد لله أنتم الآن معنا في هذه الجولة في مدينة خنيفرة الجميلة، ومرحبا بجميع الزوار لمدينة خنيفرة، مرحبا بجميع الشباب والزوار من داخل أرض الوطن وخارجه. وهذا الفيديو هذا كنوجه التحية لجميع الناس، الإخوة والأخوات في جميع المدن المغربية، خنيفرة، الدار البيضاء، طنجة، العيون، داخلة، سمارة، من طنجة إلى القويرة، مرحبا بكم. وأيضا أولئك المغتربون في الديار الأوروبية والأمريكية والكندية والآسيوية أيضا، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات. ما تنساوش هذه القناة هذه غتحط لكم فيديوهات ديال الطقس، النشرة الجوية المغربية، وأيضا بعض الجولات السياحية في المناطق المجاورة لمدينة خنيفرة. دائما كندوروا حدا الموضوع الأساسي هو موضوع الطقس، موضوع الطبيعة، هو هادشي اللي كان. الإخوان سمحوا لنا طولنا عليكم، شكرا لكم و إلى اللقاء. احنا دابا في حي طارق، حي طارق المتواجد فيه يعني الطريق اللي كدير المكناس من خنيفرة إلى مكناس. حي طارق من الأحياء الجميلة في أي حاجة كتبغيها. صراحة من أحسن الأمور عندي هي باش تكون صاب الشتا وكتبقى تتجول في المدينة بهذا الجو هذا الماطر رائع. شكرا، ومن نطولش عليكم بزاف، دابا وصلنا 7 دقائق ونطولش عليكم. السلام عليكم، شكرا لكم، وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله.